ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي في هذه النشرة الجوية الجديدة من خلالها نتعرف معكم على توقعات الأحوال الجوية للبلاد ديالنا اليوم الأحد وتوقعات الأيام القادمة. ندعوكم أصدقائي بالضغط على زر الإعجاب والتعليق بتم لتصل هذه النشرة لعدد أكبر من المشاهدين، وأكون شاكرا لكم أصدقائي. إذا أمامنا صور القمر الصناعي في هذه اللحظات اللي كنتكلموا فيها مجموعة ديال السحب تتمر على جبال الأطلس الكبير وكذلك المتوسط، وتتمر على الجهة الشرقية للبلاد، قد تكون ممطرة خصوصا على المرتفعات. سحب أخرى تمر على بعض المناطق الجنوبية للبلاد، سريعا تمر هذه السحب لكن بدون أمطار. سحب أخرى تدخل أجواء شمال الأقاليم الجنوبية لكن بدون أمطار، ومجموعة أخرى من السحب تتقدم نحو مناطق بلادنا في الساعات القادمة. إذا بالنسبة لتساقطات الأمطار واحتمال سقوط الأمطار إن شاء الله بالنسبة لمناطق البلاد ديالنا في هذا المساء، إذا استمرار مرور هذه السحب على المناطق الأطلس الكبير مع احتمال بعض التساقطات المطرية. يبقى احتمال وارد أنزميز وكيمدن إيمينتانو تبانت، احتمال بعض الأمطار بين أزيلال إملشيل، وقطرات خفيفة متفرقة قرامة والريش وميدلت، ربما بعض القطرات جد خفيفة وضعيفة قد تشمل بعض المناطق، كذلك بوعرفة في تندرارة قطرات خفيفة وضعيفة بالنسبة لتلك المناطق. في المساء إن شاء الله سحب كثيفة إن شاء الله تصل إلى أقصى شمال البلاد بطنجة أصيلة العرائش، مع احتمال تساقطات مطرية إن شاء الله في المساء. ثم هذه السحب تتقدم في الليل وتزداد غزارة هذه الأمطار بالنسبة لطنجة أصيلة العرائش الخروبة الشرفات تطوان والعرائش، وتصل كذلك إلى القصر الكبير في الليل. ثم بعد منتصف الليل هذه التساقطات المطرية تستمر على تلك المناطق، وتظهر كذلك بعض السحب الكثيفة شمال بوعرفة ببعض مناطق تندرارة مع تركا وجنوب ميدل. تظهر بعض التساقطات الثلجية خفيفة خلال بعد منتصف ليلة الأحد، والتساقطات المطرية تتقدم بعد منتصف الليل لشفشاون وزان سيدي علال تازي لالا ميمونة، ربما كذلك بعض المناطق القنيطرة بالمنصور، احتمال بعض التساقطات كذلك قد تصل حتى باب برد بعد منتصف الليل. ثم في الساعات الأولى من الصباح التساقطات المطرية بالنسبة للجهة الشرقية تستمر بقطرات خفيفة على فيقيق بوعرفة عين الشاعر، مع تساقطات مهمة غزيرة جهة تندرر مع تركا، مع تساقط بعض الثلوج الخفيف. كذلك التساقطات المطرية بالنسبة للجهة الغربية تتقدم السحب إن شاء الله لتصل إلى الحسيمة والدريوش وساكا وأكنول والناظور في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأحد، بركان تورير ساكا أكنول تازا تالا تونات وشفشاون طنجة أصيلة العرائش سيدي سليمان. تصل إن شاء الله الأمطار إلى الرباط وبن سليمان حتى الدار البيضاء الخميسات فاس ومكناس والرماني، بتساقطات مطرية إن شاء الله تصل في الساعات الأولى تقريبا في فجر يوم الأحد، وقد تصل بعض الأمطار الخفيفة حتى الجديدة القراء وبرشيد. هذه التساقطات المطرية والسحب الممطرة تتقدم في الصباح لتصل مجموعة أخرى من المناطق، وتصل حتى مناطق توريرت وبركان وساكا، وتصل تازا وتالا فاس ومكناس والخميسات الرماني بن سليمان دار البيضاء والرباط بتساقطات مطرية معتدلة تشمل جل المناطق الشمالية الغربية، مع تساقطات مستمرة إن شاء الله خصوصا على تندرارة مع تركا وعين شعير وفيقيق، وقطرات خفيفة جهة بعرفة. بالنسبة لمنتصف النهار هذه التساقطات المطرية إن شاء الله تستمر على مجموعة من المناطق وما زالت تتقدم لتصل مناطق أخرى إن شاء الله في منتصف نهار يوم الأحد، تصل إلى والماس وسكورة مداز إفران، وتصل إلى القارة وبرشيد، وتساقطات معتدلة على بن سليمان على الرباط على الدار البيضاء. تصل بعض الأمطار الخفيفة حتى الجديدة الوالدية ولد فرس سيدي بن نور، ولو أنه بدرجة قليلة، احتمال بعض الأمطار الخفيفة. تظهر الانفراجات الكبيرة الواسعة على جهة أصيلة والعرائش وعلى تطوان انفراجات كبيرة واسعة. ثم الأمطار الغزيرة تهم الحسيمة، وقد تكون عبارة عن زخات رعدية دريوش، كذلك تساقطات مطرية. انفراجات تظهر على هذه المناطق جهة ساكا وبركان، مع احتمال استمرار تساقطات مطرية على وجدة وجرادة وعاطف وتصل قرسيف وتنديد سكورة مداز وإفران وتالا ومجموعة من تلك المناطق الشمالية الغربية. بالنسبة لهذه المناطق شمال الأقاليم الجنوبية رياح نشطة بين طنطان وطرفاية، سحب كثيفة بكرة مع احتمال قطرات خفيفة وضعيفة. بعد منتصف النهار التساقطات المطرية تستمر في التقدم لتصل مناطق أخرى إن شاء الله، احتمال بعض الأمطار الخفيفة تصل آسفي اليوسفية وسيدي بن نور الوالدية، وتساقطات معتدلة على ولاد فرج الجديدة سطات خريب وتزم خنيفرة مناطق الدار البيضاء، واستمرار الأمطار على هذه المناطق الغربية للبلاد. استمرار الأمطار على باب برد على الحسيمة على تطوان، انفراجات كبيرة تظهر على جهة ساكا جهة بركان، مع استمرار بعض الأمطار الخفيفة جهة وجدة عاطف تندرارة سكورة مداز ربما ميسور وتط الحاج. تصلهم بعض الأمطار الخفيفة، أمطار خفيفة بشمال بعرفة خصوصا بجهة تندرارة بالجهة الشمالية للبلاد. بالنسبة لفترة المساء الانفراجات تطال كذلك المناطق الغربية، وتغادر الأمطار الدار البيضاء والعديد من المناطق، تبقى أمطار خفيفة متفرقة
قد تصل بعض القطرات حتى بن قرير وقلعة سراغنا ولو بدرجة قليلة. احتمال تساقطات خفيفة كذلك متفرقة على البروج. التساقطات قد تهم واتزم، تهم خريبكا، شمال بني ملال، زاوية الشيخ وبني وخنيفرة والماس والرماني. استمرار الأمطار على سكورة مداز إفران ميسور وأوطات الحاج تنديد. تساقطات مطرية إن شاء الله مهمة على عاطف وقرسيف وكذلك جرادة توريرت ووجدة، وأمطار متفرقة بين ساكا وبركان إن شاء الله كنتكلموا في المساء ديال يوم الأحد. في ليلة الاثنين تتراجع الأمطار على العديد من المناطق وتستمر فقط على بعض المناطق، جهة وجدة، جهة عاطف، عين بني مطهر، مناطق وسط الحاج، ميسور، ميدلت، خنيفرة، زاوية الشيخ، بعض مناطق البروج. استمرار بعض الأمطار على هذه المناطق وانفراجات كبيرة واسعة على جل المناطق الأخرى. بالنسبة ليوم الاثنين صباحا جبهة أخرى ممطرة وتزداد كثافة السحب إن شاء الله في فجر يوم الاثنين على العديد من المناطق، خصوصا المرتفعات والمناطق الشمالية الشرقية، جهة وجدة وجرادة، تساقطات معتدلة، كذلك عاطف، تنديت، وتطلحة، سكورة، مداز، ميسور، بعض الثلوج الخفيفة على قمم المرتفعات، كذلك بعض الثلوج الخفيفة جهة جنوب ميدلت، كذلك تساقطات مطرية بالريش، بأسول، الرشيدية، تنفيت، إملشيل، زاوية الشيخ، بني ملال، خنيفرة، واتزم، مناطق البروج، قلعة سراغنا، أزيلال، أكادير، بوعشيبة، قد تشمل مراكش إن شاء الله، وقتين غير بومان، دادس، مناطق تبان، تولوج إن شاء الله، تبان، ورزات، بعض الأمطار الخفيفة، يمنتانوت، أمزميز، تساقطات مطرية، كذلك تساقطات على سواحل الوالدية وآسفي إن شاء الله في فجر يوم الاثنين. ثم هذه الأجواء الممطرة تستمر في نهاية الصباح يوم الاثنين لتشمل مناطق ميسونة الحاج وآسفي ومناطق الوالدية، مناطق جمح تحيم والزمامرة ومناطق سيدي عابد والجديدة بتساقطات مطرية معتدلة، تساقطات مستمرة إن شاء الله على بعض مناطق عزميز، مراكش، قلعة سراغنا، مناطق بني ملال، زاوية الشيخ، واتزم، خنيفرة، مجموعة من هذه المناطق إن شاء الله في نهاية الصباح تستمر الأمطار تهم كذلك مناطق بركان، تهم وجدة، تهم أو تغادر وجدة، تهم بركان والدريوش وتورير، ساكا، أكنول، مناطق الناظور بتساقطات مطرية كذلك على تطوان. ثم بعد منتصف النهار تزداد كثافة هذه السحب على جل السهول الغربية وتصير الأجواء ممطرة وقد تتخللها بعض الزخات الرعدية. إذا الأمطار قد تصير عبارة عن زخات قد تكون رعدية خلال ظهيرة يوم الاثنين على جل السهول الغربية الوسطى، وقد تصل كذلك هذه التساقطات المطرية جهة الراشدية، تنغير، بومانداد، ستازارين، أكد، وورزات، وقد تكون عبارة عن زخات رعدية تولوج إن شاء الله على تابنت، وتساقطات مهمة غزيرة على الأزيلال، بني ملال، أسول، الريش، وقورامة، تساقطات مطرية تنفيت وميدلت وميسور، سكورة، مداز، مناطق فران، فاس ومكناس وتازا، تاونات، مناطق أكنول، ساكا، دريوش، الحسيمة، شفشاون، تساقطات مطرية على تطوان، بعض مناطق طنجة، تساقطات مطرية جنوب الرباط ببن سليمان قد تكون رعدية، القارة والرماني والماس ومناطق برشيد، ولاد فرج، بعض الأمطار الخفيفة على الجديدة، تساقطات رعدية متفرقة على البروج، على وتزم، على خريبكا، على قلعة سراغنا، بن قرير، اليوسفية، الوالدية، آسافي، خميس ولاد الحاج، الصويرة، شيشاوة، مراكش، أمزميز، إيمين، تانوت، أوكيمدن، بعض الثلوج الخفيفة، تاليوين، بعض الأمطار، تارودان، شمال تارودان، أمطار خفيفة أيتباها بالفاعتي، زنيت، سيدي فني، بأخف النير، بهذه المناطق الجنوبية للبلاد. كنتكلموا في ظهيرة يوم الاثنين. بالنسبة للمساء يوم الاثنين تستمر الأجواء الممطرة على مجموعة ديال المناطق، وقد تهم كذلك بعض مناطق سوس، جهة أيتباها، تافراو، تيزنيت، سيدي فني، يفر، الأطلس الصغير، قلميم، بعض الأمطار وبعض القطرات لكن خفيفة وضعيفة مع استمرار أمطار غزيرة، جهة الراشدية، قلميمة، النيف، وتزارين، وبعض مناطق أكد، زبومان، داد، سواتين غير. الثلوج حاضرة على تبانت بالمرتفعات، الأطلس الكبير، والتساقطات المطرية حاضرة لجل السهول الغربية الوسطى للبلاد. هناك الانفراجات جهة وجدة وانفراجات بالعرائش إلى الرباط، هذه المناطق هم واحد شوية الانفراجات مع استمرار الأمطار على مجموعة من المناطق الداخلية. في الليل انفراجات تطال كذلك المناطق الوسطى، كتبان انفراجات كبيرة على المناطق الوسطى، واستمرار الأمطار جهة الرشيدية، جهة فاس، تظهر أمطار قوية جدا تظهر على جهة طنجة وتطوان وكذلك سواحل الحسيمة بعواصف رعدية قوية. على العموم غنشوفوا التفاصيل ديالها إن شاء الله فيما بعد. ثم خلال يوم الثلاثاء تستمر الأمطار على الأطلس المتوسط والكبير وعلى أقصى شمال غرب البلاد، وبعض الأمطار على السواحل الوسطى للبلاد. التساقطات المطرية خلال يوم الثلاثاء تستمر على السواحل الوسطى والشمال الغربي للبلاد بتساقطات مهمة وغزيرة خلال يوم الثلاثاء، وقد تمتد خلال ليلة الأربعاء حتى خريبكا وسطات ومجموعة من المناطق. غادي نشوفوا إن شاء الله التفاصيل ديالها فيما بعد. تتبقى الأمطار على المناطق الشمالية الغربية والسواحل الغربية الشمالية خلال الأربعاء. الخميس دائما أمطار على أقصى شمال البلاد بتساقطات غزيرة ومهمة تظهر على تلك السواحل الشمالية الغربية. الجمعة أمطار ما زالت تظهر على مجموعة من المناطق الغربية والشمالية للبلاد. الأحد والاثنين ربما هناك استقرار في هذه الأحوال الجوية.
إذا على العموم الأجواء إن شاء الله مبشرة بأمطار خير على مجموعة من المناطق. بالنسبة لسرعة الرياح والهبات ديال الرياح، فرياح قوية في مساء هذا اليوم متوقعة نشير إليها على مناطق قلميم، على مناطق طنطان، أجديرية، الزاق، طرفاية، سمارة، العيون، بوجدور، بكرة، جريفية حتى للداخلة. وكذلك على الصويرة رياح قوية تظهر ب 69 كم في الساعة. كذلك في مساء هذا اليوم رياح على تطوان، على الناظور، على تطوان، كذلك على أتازة، على تورير بجنوب وجدة، جهة جرادة، رياح غربية على هذه المناطق الشمالية خلال مساء هذا اليوم. بالنسبة ليوم الأحد تتواصل هذه الأجواء، هذه الرياح النشطة خصوصا على المناطق الجنوبية للبلاد برياح قوية على أجديرية 68 كم في الساعة، قلميم وطنطان، طرفاية والعيون، سمارة وبكرة وبوجدور وجرفية إلى الداخل. جل مناطق الجنوب هناك رياح شمالية أحيانا قوية، جنوب الصويرة كذلك بعض الرياح النشطة. ثم هذه الرياح تستمر كذلك إلى غاية المساء على تلك المناطق. نشوفوا درجات الحرارة، أجواء باردة متوقعة بالنسبة للمناطق البلاد ديالنا خلال يوم الأحد. إذا بالنسبة لدرجات الحرارة فتتبقى الأجواء باردة إن شاء الله على جل المناطق الشمالية، الشرقية، الوسطى، حتى المناطق الجنوبية للبلاد. إذا درجات الحرارة خلال يوم الأحد فالأجواء جد باردة إن شاء الله على جل المناطق بين 13 و 14 درجة. بالنسبة للجهة الشرقية جهة سيدي سليمان 15، رباط 16، المناطق جهة مراكش بن قريرو وهذه المناطق سطات ما بين 20 و 21 درجة، و20 كذلك إلى 21 جهة الصويرة أكادير وأسفي. بالنسبة لتارودات 22، بالنسبة لجهة تنغير الرشيدية بني تجديد 17 درجة في كيك كذلك، وطات الحاج 14، جهة الجنوب الشرقي 22، بزوقة 23، زاكورة 24، في مزقيط وطاطا 23، أشت 25، طنطا 22، طرفاي 21، 24 سمارة، العيون وبكرة 23، بوجدور 22، وبمدينة الداخلة كذلك 22 درجة خلال ظهيرة يوم الأحد. إذن أجواء باردة وأجواء ممطرة إن شاء الله متوقعة، نتمنى إن شاء الله أن تكون أمطار خير وبركة. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم أصدقائي للمتابعة، والسلام عليكم.